من كتر ما ثانويه عامه والعيال اللي في ثانويه عامه واهالي العيال اللي في ثانويه عامه عاملين قلق، بتلاقي الطالب من وهو في ابتدائي بيقول لك انا مش عايز ادخل ثانويه عامه. امال عايز تدخل ايه يا حبيبي؟ مش عارف. فانا بقى جايه اقول لك انك لو مش عايز تدخل ثانويه عامه ما تدخلش عادي، وما تخافش مستقبلك مش هيضيع برضو عادي. دلوقتي بقى في مدارس تعليم مزدوج، ودي مدارس بتخرج فنيين مطلوبين في الشغل، وبتبقى 30% نظري و70% عملي، يومين في المدرسه و4 ايام في المكان اللي هتتدرب فيه، مصنع بقى او شركه او فندق. ده غير بقى انك هتتعلم ازاي تفكر بشكل مختلف وتعتمد على نفسك اكتر. كل المطلوب منك انك تلتزم، الموضوع بسيط. وبعد ما تخلص المدرسه عادي تقدر تدخل الجامعه التكنولوجيه او تشتغل على طول لو حابب. وفي مدارس التكنولوجيا التطبيقيه، ودي بتبقى بالتعاون مع شركات عايزين فنيين يكونوا هم اللي معلمينهم كل حاجه عشان يشتغلوا معاهم لما يتخرجوا، زي مدرسه العربي ومدرسه الامام بتاعت مجموعه طلعت مصطفى ومدرسه السويدي بيتك. لو انت لسه مخلص ثالثه اعدادي ومحتار، فابعت الفيديو